هو انا وشي كبر كده امتى؟ خطوط حوالين عيني ولون مش موحد. إحنا ما بنجيش فجأة، إحنا نتيجة وقت وشمس وإهمال بسيط كده كل يوم. وأنا بظهر لما الشمس تكسب، ولما بشرتك تتعب، ولما المسام تتملي دهون. يعني انتوا الاتنين كده متفقين عليا. أنا بطلع لما الكولاجين يقل، لما الجلد يفقد مرونته، لما الترطيب يقل. وأنا بظهر لما الخلايا تبقى مش منتظمة، بقع غامقة هنا وأثر هناك. طب وابدأ منين؟ من التنظيف الصح. تنظيف بس؟ لأن البشرة الدهنية لو ما تنضفتش كويس المسام تقفل واللون يغمق. ايوه، يعني انا استخدم ايه؟ غسول ينظف بعمق من غير ما ينشف البشرة. زي ايه يعني؟ سكينوفا إيمج أويلي سكين كلينزر في ساليسيليك أسيد يفتح المسام، وناياسيناميد يوحد اللون، وماتمرين ينظم الدهون. طب وبعد ما انضف؟ تيجي أهم خطوة، الريتينول. طب ليه الريتينول بالذات؟ لأنه بيحفز الكولاجين، يقلل الخطوط، ينعم الملمس، وكمان يجدد الخلايا فيساعدني أختفي واحدة واحدة. يعني قصدكوا سيرم؟ سكينوفا إيمج ريتينول سيرم، ريتينول بلس ناياسيناميد، يعالج الخطوط ويحسن المرونة ويدي إشراقة. طب انا اعرف ان الريتينول بينشف. عشان كده محتاج مرطب صح. طب وايه مواصفات المرطب اللي انتوا محتاجينه؟ خفيف، ما يقفلش المسام ويرجع حاجز البشرة. زي ايه يعني؟ ماتيفاين جيل مويسترايزر من سكينوفا، سيرامايدز بلس كوالين، يرطب بعمق ويوازن الدهون ويخلي بشرتك مرتاحة طول اليوم. وزي ما سمعتوا التجاعيد والتصبغات مش نهاية العالم، بس هما محتاجين روتين صح، غسول ينظف وريتينول يجدد ومرطب يحمي البشرة. لو التزمت أنا هخف وأنا هتفتح بشكل تدريجي. فلو بدأتوا تلاحظوا خطوط أو لون مش موحد ابدأوا من بدري. روتين بسيط بس تأثيره كبير جدا. وما تنسوش تعملوا فولو للدكتور، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفترة الجاية.